السلام عليكم. النهارده هنعمل الكيكه التركي او التريليتشا او القشطوطه زي ما بنقول عندنا في مصر. حاجه كده سهله وبسيطه وطعمها خفيف قوي. بجد تستاهل التجربه. اهلا بيكم في دفا البيوت. نسمي بالله ونبدا. نص كوبايه زيت، وكوبايه الا ربع لبن، ونص كوبايه سكر، كيسين فانيليا، واتنين بيضه بدرجه حراره المطبخ. والمفروض نحط معلقه خل، لان حطيت خل بس ما اتصورتش. واقعد اقلب كويس فيهم، واقعد اقلب فيهم كويس لحد ما المكونات كلها تمتزج في بعض. بعد كده انزل بالدقيق بالتدريج. اقعد اقلب واحده واحده كده. احط حبه حبه لحد ما اخلص بقيه الكميه. انا حطيت مج كبير كله. وبعد كده حطيت معلقه ونص بيكنج باودر واقلبهم كويس قوي. وبعد كده اجيب قالب وادهنه حبه زيت وانزل بقى بالخليط كله. اللبن كان دافي على فكره. بس كده جبت كوبايتين لبن، يعني بقى من نص لتر لبن. 3 معالق دقيق بودر، معلقتين سكر بودرة، ومعلقتين كريم جانتيه. اللبن ساقع طبعا، وهتضربهم في بعض كويس قوي. وبعد كده طلعت الكيكة، اختبرتها لقيتها كويسة وما فيهاش اي حاجة والسكينة نظيفة. قعدت اخرم فيها شوية كده عشان خاطر لما احط الخليط اللي انا لسه عاملاه دلوقتي تشربها كلها. كده نزلت الخلطة اللي انا عملتها، اللي هو اللبن او الحليب اللي انا عملته، وهزقي بيه الكيكة كلها. بعد كده هجيب كيس ونص كريم جانتيه، ونص لبن، نص كوباية لبن ساقع، وافضل اضرب فيهم لحد ما يتعمل معايا ويتقل خالص يبقى كريم جانتيه. ما حطيتش سكر لان هو ده الكيس جاهز، يعني مش محتاج سكر. طلعت الكيكة من التلاجة، وبعد كده حطيت الكريم جانتيه وسويتها بالشكل ده. وبعد كده احنا اصلا بنحبها بالمانجا، انا زوقتها بالمانجا، عملت نص بالمانجا. وحبيت اعمل بنص التاني بصوص الكراميل عشان هي اصلا مشهورة بالكراميل يعني. فسويتها كده، حطيت الكراميل، كان عندي كراميل جاهز. وحاولت على قد ما اقدر يعني اعملها لكم ازوقها لكم بالطريقه اللي هي المعتاده بتاعتها. وبقت بالشكل دوت. بجد جميله جدا وحلوه قوي وخفيفه. وصراحه تستاهل التجربه، ويا رب تكون عجبتكم. هي المفروض بقى طبعا ان تتحط في التلاجة حوالي 4 ساعات 5 ساعات، او ممكن تقعد لتاني يوم. بس انا قطعتها بعدها ب10 دقايق بالظبط بعد ما عملتها، لان ولادي كانوا مستعجلين عليها جدا. فهي كانت المفروض تبقى ماسكة اكتر من كده شوية، لاني لسه معمولة من ربع ساعة. المفروض تقعد في التلاجة زي ما قلت لكم، يعني من 4 ساعات لتاني يوم، يعني المفروض تقعد تاني يوم. بس بجد جميلة جدا وتستاهل التجربة وحلوة قوي قوي قوي. ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي. مع السلامة.